أعراض الحمل في أول شهر بتتلخبط أحيانا مع أعراض البريود. لو عايزة تعرفي الفرق بينهم كملي معانا الفيديو ده للآخر. أهلا بيكم في قناة مامي أول مرة. أنا إسراء، وهنا هنتكلم عن الحمل والولادة وكل اللي يهم كل أم. الفيديو ده مهم جدا جدا لأي بنوتة متجوزة أو قربت تتجوز إن شاء الله. هنتكلم النهاردة عن أعراض أول شهر حمل واللي كتير مننا بيحس بيها وأحيانا بيبقى مش واخد باله. هنبدأ مع بعض بالأعراض. الأعراض مش شرط تحصل لنا كلنا، يعني كلنا مختلفين، مش كل الستات هرموناتها زي بعض ومش كل الستات جسمها زي بعض، فالأعراض معانا هتكون مختلفة. يعني هنحس ان احنا احيانا تعبانين جدا من غير ما تعملي مجهود، بس هتلاقي نفسك مرهقة وتعبانة. ممكن تحسي ان انت عندك غثيان. الغثيان على فكرة مش بيظهر مع كل الناس، انا واحدة من الناس الغثيان ما كانش من اعراض حمل. هتحسي انك محتاجة تنامي طول الوقت، اوقات كتير هتلاقي نفسك تعبتي ولازم تنامي دلوقتي. هنحس بألم في الثدي زي اللي بنحس بيه كده ايام البريد، بيجيلنا ألم وتقل في الثدي كده. الحمل احيانا بيكون نفس العرض ده موجود. بيجي مغص شبه مغص البريود كده اللي هو بنحس بيه في الجزء اللي تحت من البطن. ما تقلقيش، لكل واحده مستنيه حمل طبعا ده شيء هيوترها وهتقول خلاص البريود هتجيلي كده مفيش حمل الشهر ده. ما تقلقيش خالص، احيانا ده بيكون انغراس البويضه وبيكون نفس مغص البريود، بس هو بيكون مش متواصل زي مغص البريت. يعني احنا نفرق لما نلاقي مغص البريت عندنا بيكون متواصل، الوجع موجود معانا طول اليوم، لكن مغص الحمل بيكون نفس مغص البريت بس متقطع. هنلاقي نفسنا بقينا محتاجين ندخل التويليت كتير جدا، هتستغربي نفسك. وعلى فكرة ده العرض اللي شككني في نفسي، لقيت نفسي بقيت بدخل التويليت كتير جدا، وده كان اكبر عرض شككني في نفسي. هنلاقي نفسنا ان احنا عندنا اكتئاب، واكتئاب بقى اكتر بكتير من اكتئاب البريت، اكتئاب برو ماكس ممكن نقول كده. ده عرض كبير جدا من اعراض الحمل. مش شرط تظهر لك كل الاعراض دي، وزي ما قلنا في اول الفيديو ان كل جسم مختلف عن التاني وكل واحده هرموناتها مختلفه عن التانيه، فمش شرط تظهر لنا كل الاعراض دي عشان نعرف بيها ان في حمل. لو ظهر لك بقى كذا عرض من الاعراض دي مع تاخير البريود يبقى يفضل طبعا ان احنا نعمل الاختبار. هنبدا بالاختبار المنزلي، بس عشان نعمل الاختبار ونشوف اذا كان في حمل ولا لا ما نستناش مثلا 3 ايام بس ونقول هنعمل الاختبار، لا يفضل ان احنا نعدي من 5 ل7 ايام عن تاخير البريود ونعمل اختبار المنزلي. لقينا الحمد لله ان ربنا كرم وفي حمل، نتوجه لاقرب معمل لينا ونعمل تحليل في الدم. وانا بفضل والدكاتره بيفضلوا التحليل الرقمي. التحليل الرقمي بيكون موضح لنا كل حاجه، بيوضح لنا الحمل في قد ايه بالظبط، يعني يجيب لك انت في كام يوم. فيفضل ان انت لو لقيتي الحمد لله في الاختبار المنزلي في حمل، يفضل انك تعملي تحليل دم رقمي، هو ده اللي هيوضح انت حامل في قد ايه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتسيبوا لي في الكومنتات تجربتكم وتحكوا لي ايه هو اكتر عرض حسيتي بيه، واحكوا لي تجربتكم كلها. ولو عندك اي سؤال سيبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليك. والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن امتى نعمل تحليل الحمل ويطلع مظبوط. ربنا يرزق الجميع بالذريه الصالحه يا رب.